ديالنا. واش كنقول لك، حنا جينا كما قال جينا سلميين ونطلبوا ان السلطات المحليه تتفهم باننا حنا راه جينا سلميين، راه ما باغيين نديروا لا قطع لا والو. جوله سياحيه اللي جايبنا ورجعت ومشات ديالهم حنا خوتنا ما نعرفوش يلاه ضربوا لي بحال غالي ولا فيش نسترجع اراضي ديالهم. وهذا الشيء قالوا على لسان الرؤساء اللي سبقوا وحكموا الجزائر. حنا حاليا كنعبروا كنسكروا اخويا كيبيعونا على كما كتشوفوا غادي يبيعونا، حنا غادي نعبروا على وليداتنا اللي ماتوا كما كتشوفوا. هادو راه وليداتنا اللي ماتوا، راه ما مات شي حد، هادو راه ولادنا، هادو ولادنا اللي ماتوا لينا، هادو جاو من الجاليه باش يفرحوا في البلاد ديالنا، حتى كنتفاجئوا انهم باش يقتلوهم. هاد الناس اعداء الله واعداء الوطن. حنا كنقولوا ديما خاوه حنا كنقولوا ديما خاوه حتى كنتفاجئوا بهاد الشابين اللي كتشوفوا انا قتلوهم في السعيديه. شنو دربهم شنو ذنبهم وحنا الان كنتمنعوا من هاد الوقفه. ما عرفتش علاش كنتمنعوا من هاد الوقفه، علاش؟ واش حنا درنا شي حاجه ماشي هادي باش نتمنعوا؟ اخويا شوف هادو الدراري الاعيان اللي ديالهم واحد اعتقلوه تما كاين، وواحد باقي الجثه ديالته ما جاتش اخويا 18 شهر، وباقي واحد اصاحبي تما كاين. اللهم انا هذا منقذ، وحنا ديما كنقولوا خاوه يعني بغاو الجثه ديالها يجيبوها ما خلاوها. هانت كما كتعرفوا عليها المشكل وحنا راه ما دايرينش شي حاجه اللي ماشي هادي. الاخوان جينا اليوم كنتضامنوا مع اسر الضحايا، خوتنا مغاربه اللي توفاو برصاص خضر ديال هاد الناس هادو اللي هما كيكنوا الاعداء المغرب. وحنا الحمد لله كمغاربه التاريخ يشهد بذلك. المغرب دائما كيتعاون مع الجزائر، ولكن اليوم علاش قتلوا الاخوان؟ حنا ساكتين الناس وبلاد الله يجازيك بخير. بلاد المسامحه وبلاد السلم وبلاد الامن وبلاد الامان، ولكن بزاف اي واحد هنا ما يتعاتقش بزاف. علاش؟ شكون اللي عطى العيد باش يتقتل واحد من البلاد ديالنا؟ علاه ما يقتلوا في ولادنا وعينا ساكتين وعينا ما كنهضروش. كنقولوا بلاد الجوار حيت سيدنا الله يطلب دائما بالحوار وفتح الحدود، وقال بلي حنا مسالمين ومنضمين وباغي الاخوان ديالنا في السلم وبغينا نتصالحوا معاهم، ولكن تلاش جنرالات ديالهم الكبرانات ديالهم ماشي في المستوى. كيشتيو واحد البلاد اللي خربوها 45 عام 45 عام وهما كيعطيو الفلوس من قبل واحد القضيه وهميه، قضيه ديال دوله ما كايناش، وخلاو الشعب ديالهم وحنا كيقتلونا كيقتلوا ولادنا وتا واحد ما كيهضر علينا. علاش ما نهضروش؟ هما كيتصلوا بينا وكيتغداو بينا وكيتعشاو بينا وحنا على وقفه احتجاجيه سلميه. ما قدرتوش تخليونا نهضروا. انا فراسي مهدد في المواقع وسمعت هذا ماشي مشكل ماشي باغي نبينها، حيت حنا خصنا نهضروا كنا خصنا نهضروا صباح وعشيه على هذا الموضوع اللي 45 عام هو كاين وتبقيناش نهضروا. علاش هادشي كيوقع؟ وهما كيديروا كيهضروا عنا والسياسيين وكيخلصوا الاعلام كيتخلص، سياسيين كيتخلصوا باش يهضروا خايب على المغرب وحنا حتى واحد ما يهضر. علاش؟ حيت حنا مسالمين، حيت حنا مسامحين وما يقتلوا ولادنا ونسدوا. خاص معاقبه، خاص قضيه باش يتحاسب اي واحد كنقول على هاد القتل ديال هاد الابن ديالنا. خصنا نحاسبوا هذا وزير الدفاع والمدير ولا الوزير ولا كيف ما كنوعوا على الساحل الجزائري اللي عطى لوردر باش يقتلوا هاد الشاب هذا.
كمغاربه ما نديروش معاهم هذوك التصرفات، ما نديروش معاهم هذوك السلوك. حنا كمغاربه اذا دخلوا الجزائر البحر ديالنا ما غاديش نديروا. اسمح لي اخ فرق ولا داك الرياض من جديد. نعم هذا التعامل ديال السلطات الجزائريه تعامل غير لائق ولا مسؤول. احنا كتشوفوا كيفاش ان جلاله الملك كيعطي توصيات جميع الخطابات ديالو، تيقول باننا حنا سلميين ومسالمين وحنا بان الجزائريين خوتنا. هذا هو للاسف الشديد. نلقى الصبريون واحد عدد من الدول اللي هما ماشي مسلمين كاع وما كيديروش بالقرطاس اصاحبي. وعلاش حنا عرب مع بعضياتنا ومسلمين ويديروا بالقرطاس؟ اللهم انا ذا منكر. هذا المشكل ديال القاده الجزائريين. شوف كيفاش جلاله الملك الله ينصرو في الخطابات ديالو كيدعي الامه ديالو، كيدعي الشعب المغربي انه يمشي في السلم ويمشي في السلام مع خوتنا الجزائريين، وكيقول لهم اودي راه ما نضروكمش راه ما نمسوكمش. ولكن بالمقابل الله يحد الباس كنطلبوا من خوتنا الجزائري الشعب الجزائري يثور في هذه اللحظه، لان هادو راه وليداتهم حتى هما اللي تقتلوا. راه حنا نساب، راه حنا عائله، راه حنا هذا ميساج بغا نوزعوا لهم. اولا غادي يجيبوا عدد كبير ان شاء الله، يجيبوا عدد كبير ان شاء الله. حنا جينا اليوم بلا جمعيات بلا والو، حنا ما كنتسناوش شي واحد يعيط علينا ولا كنخبروا اي حاجه كضر البلاد. حنا ديما تحت الشعار الله الوطن الملك ويسر سيدنا. العائله ديالو تغرد وهذا وخصنا نطفيو هذه الصفحه هذه. حنا ما كنقلبوش على الفتنه وما كنقلبوش على البباله، وانما كنقلبوا على اننا ندوزوا رسائل لخوتنا في الجزائر. راه حنا المغاربه كنحبوكم وكنبغيوكم، كنبغيو الشعب الجزائري. المشكل في القاده الله يهديهم، راه كيقلبوا على الفتنه مع هذه الامه. هذه امه مسالمه وما عمر غيكون الصداع وما عمر غيكون الحرب مادام كاين محمد السادس على راس الدوله، لانه واحد الملك حكيم ورزين ومسالم. ولا كتشوفوا هذا الرئيس ديال الامبراطوريه المغربيه، راه رئيس ديال الامبراطوريه كلها. انا نتمنى من الشعب الجزائري يتبع الرئيس ديالنا الملك ديالنا محمد السادس في الافكار ديالو، في الحكمه ديالو، في التبصر ديالو. ما يتبعش هذوك القاده، هذوك خبز نهده وبيعه وشفايه، هذوك كيقلبوا على الحرب، كيقلبوا على الدم، وكيقلبوا انه يصدروا هذاك التخريب اللي داروا، هذاك الفلوس اللي داو للشعب، وهذاك الشفره اللي شفروا كيبغيو يصدروا هذا الشيء مع هذه المشاكل مع الشعب المغربي للاسف الشديد. كيفاش كتشوف الرساله ديال صاحب الجلاله اللي فيها السيف والرساله ديال الجزائر اللي فيها الدم؟ وشوف لا حنا كحقوقيين في الدار البيضاء كمنتدى وطني للحريات حقوق الانسان كنقولوا لا مجال للمقارنه ما بين رئيس الامبراطوريه المغربيه محمد السادس وواحد الشله، واحد الشرديمه اللي جات كتحكم واحد الدوله وباغا تاخذ غير الخيرات ديالها، باغا تقسم غير الثروه ديالها، لا اقل ولا اكثر. بالعوض باش يشوفوا بالشعب الجزائري اللي منحن ومكرفس والله مطالع به كيصدروا المرض ديالهم مع خوتهم المغاربه مسالمين. يا اخي حنا رسالتي اولا هذاك الوليد يجي يتدفن هنا في المغرب، الاسره ديالو كتسنى فيه. وهذا الميساج كندوزو للشعب الجزائري، كندوزو للعقلاء ديال الجزائر ينوضوا يثوروا تما ويقولوا عطاو هذا الوليد البلاد ديالهم. المغرب لا باغي معنا السلم وباغي معنا السلام، راه ما خايفش منا. المغرب الحمد لله مجهز مسلح، الشعب ديالو والامه ديالو والشباب ديالو مسودين انه يدير بزاف ديال الحوايج، ولكن تابعين رئيس الدوله اللي هو ملك البلاد محمد السادس الله يحفظه والله ينصرو، اللي هو حكيم ورزين وعاقل. بينما هذوك الناس الله يهديهم عندهم ناس اللي كيصرفوا عليهم راه دون المستوى، وخاصهم يثوروا عليهم باش يبدلوا هذاك النظام ويجيبوا شي نظام زوين اللي يتماشى معنا واللي يزيدوا كلنا كأمة وحده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتحيه طيبه وتبارك الله. خالد المواطنين ابرياء عزل واش كيشكلوا خطر على الجزائر تسقيهم؟ واش هي الرساله اللي بغاو يوصلوا للمغرب من خلال هذا القتل والمنع لعزال؟ 45 عام 50 عام وما كيخلصوا في الملايير، 50 عام وما كيضحكوا على الشعب ديالهم، على ان القضيه المغربيه القضيه الاولى ديالهم. لا يعقل باللي انه ناس عندهم الغاز
وعندهم البترول، ولكن في الدوله ديالهم جيعانه جيعانه، باقيين كيديروا الصفوفه على الحليب وعلى السميد وعلى اي حاجه كتتعلق بالمواد الغذائيه. لا بنيه تحتيه عندهم، هما دائما متبعين المغرب المغرب المغرب. هذه تصفيه حسابات. هي الرساله اللي بغات توصل للجزائر من خلال قتل المواطنين الابرياء؟ باللي انها ما كتعطاش حتى بالمغرب والسياده المغربيه، وباللي انها اي حاجه بغات ديرها تقدر ديرها الطوعيه ديالها، وحتى واحد ما غادي يوقفها، وحتى واحد ما غيقول لها حتى شي حاجه. كنا كلنا هادو حنا مسلمين الحمد لله امه وحده. للاسف الشديد كنشوفوا هاد الناس هادو حاملين واحد الحقد كبير للمغاربه، وانت تشوف كيفاش ان الشباب ديالنا على السواحل بجيت سكي وهذا يعني على مستوى السعيديه، وكيدوروا ظلام بهم الحال بالليل وداك الشيء وما عرفوهمش وما رحموهمش وتيراو بهم بالقرطاس. علاش حنا دابا كنشوفوا الحرب